سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد كيف يعني كيكات ديال المول العجيب، ولكن هما صغيورين بجوج نكهات، نكهه الكراميل ونكهه الحامض، كيجيو خطيرين. ندوزو المقادير. المقادير ديال الكيكات درت بيضه، حيت عندي انا هذوك لي مول عندي صغار بزاف. المهم درت يعني عجينه اللي غتجي قدهم. درت بيضه، نص كاس ديال سنيده، وخلطتهم مزيان هما الاولين. من بعد زدت عليهم نص كاس ديال الزيت ونص كاس ديال الحليب. من بعد قشرت الحامض ودرت عليهم، زدت عليهم قشور ديال الحامض ومعلقه كبيره ديال الخل. من بعد زدت فانية. المهم بنات، هنايا بالنسبه للفرص كنت درت كاس ونص، وجاتني هذيك العجينه يعني جات خاطره بزاف، وبقيت كنزيد في الحليب. يعني بالنسبه لكم نتوما الا كان عندكم لي مول قد المول اللي عندي انايا، ديروا غير كاس وربع. كاس وربع غيجيكم هما هادوك. انا درت كاس ونص، فهاداك العجين تقال بزاف.
قبل ما نبدا نطيب كنت درت هاد ليمون هما الاولين، درت فيهم الزبده ودرتهم في الفريكو حتى كملت عاد جبدتهم كيف ما كتشوفوا وبديت كنعمر. حيت ملي كديروا الزبده هي الاولى وكديروها في الفريكو تجمد، ملي كتبغيو تحيدوهم من المول كيتحيدوا بالزربه كيف ما تشوفوا معايا هنايا في الفيديو. راه اين فوا غادي نقلب هذاك المول غادي يتحيد في البلاصه، ما يعذبكم ما والو. انا درت غير الزبده بوحديتها، ما درتش معها لا فورس لا والو. انا حيت عندي هنايا 10 ديال لي مول صغار، النص درتو بيض والنص درت فيهم الكاكاو باش يجيو مع داك الكراميل واعرين. صافي هنايا من بعد ما كملتهم كاملين درتهم كيطيبوا على نار اللي مهيله بزاف. وكيف ما كتشوفوا راه اين فوا كنقلب هذاك المول كيتحيد في البلاصه، ما كاين لا عاده بلا والو. هادو هما هذاك النص ديال الكيكات اللي درتهم الكحلين هما 5 والنص الاخرين اللي بيضين. صافي البنات هنايا خليت الكيكات على جنب ومشيت نيشان الاول الكريمه هي كريمه الكراميل. درت فيها كاس ديال السنيده وهنا كنت جهدت شويه البوطه باش تذوب ديك السنيده دغيا، ولكن اين فوا تذوب ديك السنيده نقصوا البوطه باش ما تتحركش. كيف ما كتشوفوا بقيت كنحرك مزيان حتى دابت ومن بعد غادي نزيد عليها كاس ديال الماء فيه معالقه ديال المايزينا اللي هو نشا الذره. انا هنايا نسيت ما درتش هذيك مايزينا، فما هذاك الخليط كيف ما تشوفوا معايا ما غاديش يتقال ليا بزاف. هنايا البنات الضبابه حيت كتبيد داك الماء على هذيك السنيده وهي سخونه، فداك الشيء علاش دار الضبابه. المهم هنايا زدت الزبده باش ما يبقاش داك السكر محجر، حيت ملي كبيت الماء بحال تحجر شويه، فدرت الزبده باش يرطاب. ومن بعد زدت عليهم 5 طروفه ديال الشوكولات بيض، كيعطيو نكهه زوينه وكيعطيو لوين زوين ونيت كيخطروا شويه هذاك الكريم. كيف ما كتشوفوا هذا هو الكريم من بعد ما حيدته من فوق من البوطه، زدت عليه دانو ديال الكراميل كيعطي حتى هو نكهه واعره. صافي بقيت كنخلط مزيان. هنا من الاحسن ديروهم دابا وهما سخان باش هذيك الكيكه كتشرب ديك النكهه ديال الكراميل، ومن بعد كتعاودوا تكبوا الميطه الثانيه. كيف ما كتشوفوا معايا هنا بديت كنتقب في دوك الكيكات باش يشربوا مزيان داك الكريم. وكبيت المره الاولى، هنايا هاد المره هادي ضروري هنايا غادي تشرب. كيف ما كتشوفوا راه شربات شويه، وعاد غنزيد المره الثانيه. خليتهم على جنب عاوتاني باش يعاودوا يشربوا مزيان. ومشيت نيشان لكريمه الحامض. فبالنسبه للكريمه ديال الحامض اول حاجه درت فيها قشور ديال الحامض وكاس الا الربع ديال السنيده باش ما نحس غادي ندير الحامض، فباش ما يجيكمش ديك الكريمه حامضه بزاف. من بعد ما خلطت داكشي كامل زدت عليهم بيضه وخلطت. من بعد زدت نص كاس ديال الحامض. صافي في الاخير زدت معلقه ديال المايزينا وملون ولا نكهه الحامض حتى هو كيعطي واحد اللوغو اللي هو واعر. وزدت الزبده، من الاحسن الزبده تكون حيوانيه ماشي ما ديروش يعني هذيك اللذه ولا داكشي، باش كيعطيها هذاك المذاق زوين وكتكون نيت صحيه. من بعد ما خلطت كل شيء درتهم فوق البوطه كاملين حتى كيغليو مزيان. كيف ما غتشوفوا معايا غيوليو بحال هكذا، كتخليهم حتى كيغليو مزيان. صافي كتحيدوهم وكتحطوهم نيشان فوق الكيكات وهما سخان.
هنايا من بعد ما كملت زدت عليهم دوك الطريفات ديال الحامض للتزيين وصافي. وهذا هما كانوا هما الشكل الاخير ديالهم. المهم البنات بلا ما تضحكوا عليا على الديزاين، نتوما عارفين انا ما عنديش ماشي حاجه سميتها الديزاين، راكم بقى كنخربق. المهم والمشاركه. المهم هذا هو الفيديو، نتلاقاو في فيديو اخر وبسلامه.